تحدث لاعب فريق أهلي جدة رياض محرز عما يمر به قطاع غزة في الوقت الحالي من عدوان إسرائيلي غاشم دام لعدة أيام، واشتدت قوته مساء أمس. واعتدت إسرائيل بشكل غاشم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي لجأ إليه الكثير من الأهالي للاحتماء داخله، مما أسفر عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين. اقرأ أيضا: طرابزون سبور يدين عدوان إسرائيل ضد غزة، نطالب بإنهاء المعاناة دون أعذار. وكتب رياض محرز عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: الدفاع عن الحقوق الإنسانية للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس. قول فلسطين حرة لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود. وأضاف: فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاماً، تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال. وواصل: تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم.